أم النور تدبر الأمور بشفاعتها القوية. قولوا معايا تاني، أم النور تدبر الأمور. ما انتوا خليتوا ايه لإلهكم بقى لما هي تدبر الأمور؟ يعني هي تدبر الأمور والإله قاعد بيعمل ايه؟ معلش، اي نعم هي امه فهي اكيد يعني هي اكبر منه بالجسد، لكن يعني ايه هي تدبر الامور ليه؟ ما الاله يدبر الامور او الالهه. ده انت عندك 3 يا راجل، يعني انت مش عندك واحد، لا ده 3، في الله الاب وفي الله الابن والله الروح القدس. ليه هي تدبر بقى؟ يعني هو في 3 عندك، وال3 في انقسام ما بينهم في الاعمال، صح؟ يعني كل واحد له عمله. هي كده اقنوم رابع ولا هي ليه؟ لا وبعدين بيحفظهم. قولوا معايا تاني، أم النور تدبر الأمور بشفاعتها القوية. ادي ده رد الكنيسه يا جماعه، سيبوا لنا احنا الامور دي. وانا افضل ان احنا ما نتكلمش كتير مع اخواتنا المسلمين في العقائد، سيبوا الحاجات اللي مختلفين فيها لينا احنا. هتعمل ايه؟ أم النور تدبر الأمور بشفاعتها القوية.